مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره، يقدمها لكم محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. حاكم اقليم جنوب البحر الاحمر يلتقي سكان وسط دنكاليا. دعوه للمزارعين في القاش بركه لاستخدام البذور المعسنه. الامطار تسبب اضرار في البنى التحتيه ببلده شعب. معارك ليلية طاحنة شهدتها غزة بعد توقل بري، ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار. قتلى ومفقودين في غرق مركب نيجيريا. الملك تشارلز الثالث يزور كينيا وسط دعوات بتقديم اعتذارات علنية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. التقى حاكم اقليم جنوب البحر الاحمر السفير محمد سعيد منتاي ممثلي سكان مديريه وسط دنكاليا، وبحث معهم سبل استخدام وتوسيع الخدمات الاجتماعيه. واوضح في اللقاءات التي جرت في ابو والالي يوم 28 و29 من اكتوبر بان ارساء الخدمات الاساسيه لتحسين حياه الشعب من اولويات برامج التنميه، داعيا الى الاستخدام الجيد لمؤسسات الخدمات الاجتماعيه وسد النواقص. وقال أن الاستثمار الكبير في التعليم هو أساس التطور والازدهار، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم لتلقي التعليم. وأوضح أن البرامج التي تم تنفيذها في السنوات الماضية كانت فعالة بالمشاركة الشعبية القوية، وحث على المشاركة الشعبية الفاعلة في برامج تنمية الشواطئ التي انطلقت حاليا ضمن برامج التنمية الموحدة. وقال السفير محمد سعيد منتاي في كلمته بالتأكيد أن الشعب باعتباره صاحب مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في مناطقه عليه القيام برعايتها والعناية بها لضمان استمرارية الخدمات. وقدم مسؤولو وزارات التعليم والصحة والموارد البحرية توضيحا حول استخدام الشعب للمؤسسات. من جانبهم طالب المشاركون بإجراء إصلاحات فورية لمشاريع المياه المعطلة، معربين عن الاستعداد لتلبية المطلوب منهم. دعا مسؤول الزراعة في مديرية بارونتو السيد موسيه باهتا المزارعين لرفع إنتاجهم باستخدام البذور المختارة التي أجريت عليها الأبحاث بواسطة الخبراء الزراعيين. وأوضح في البرنامج الذي أقيم بمناسبة يوم المزارعين في مديرية بارونتو يوم 28 من أكتوبر أن الهدف من الزيارة التفقدية للتجارب والبحوث التي أجريت بالمزارع النموذجية هو خلق الأرضية لاستخدام المزارعين لتلك البذور المجربة. وقال رئيس وحدة تنمية النباتات السيد ناغاسي هابت ميكيل أن أنشطة حماية التربة والمياه من الوسائل الرئيسية لرفع الإنتاج الزراعي، موضحا بأن البذور التي تجري وزارة الزراعة الأبحاث عليها وتوزيعها على المزارعين تتحمل الأمراض والجفاف ولها محتوى غذائي جيد، فضلا عن ارتفاع إنتاجيتها. وقدم شرحا بحضور ممثلي المزارعين والمهنيين الزراعيين حول وسائل تنمية البذور المحسنة وإدخال البقوليات وتوجيه الدعوة للمزارعين للالتزام بالتنوع الزراعي. وأوضح مدير مديرية بارونتو بالإنابة السيد يمان محاري وجود إمكانية واسعة لرفع الإنتاج الزراعي باتباع المزارعين لإرشادات الخبراء الزراعيين واستخدام البذور المحسنة. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل في السمينارات التي عقدتها ببلدات قلوج وأم حجر وتكومبيا إلى تضافر جهود المجتمع والجهات الحكومية في مكافحة العادات الضارة التي تعيق مساهمة المرأة في التنمية والاستفادة من موارد محيطها. وأوضحت السيدة تخاء في السمينارات التي عقدت في الفترة من 20 وحتى 25 من أكتوبر أنه بالرغم من التخلص من معظم العادات الضارة نتيجة النضال القوي للمرأة والسياسات الحكومية الرشيدة، فإنه يتطلب التصدي بوعي للظواهر التي تحدث لعرقلة دور ومساهمة المرأة. وقالت أن مشاركة المرأة لا تزال كبيرة لكون البرامج التنموية المنفذة في أغلب المناطق تركز على المرأة. وأوصت السمينارات للدفع بأنشطة تمكين المرأة وتوسيع برامج التوعية للمرأة الشابة. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في الإدارة ل 85 موظفا يعملون في مكاتب إدارات مديريات نقفة ودوبحة وقرورة بهدف تحسين تقديم الخدمات وفقا لخطتها الاستراتيجية الخمسية. ركز التدريب المنظم من 19 وحتى 28 من أكتوبر على ضمان الإدارة السليمة والفعالة وأهمية ومنهجية التخطيط ودور التواصل الفعال في مكان العمل وإدارة الممتلكات والأموال وإدارة الوقت وتطوير الذات. وذكر المتدربون أنهم قد وجدوا التدريب المقدم مفيد في حياتهم الشخصية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتم التوصية في المناسبة بضرورة قيام جميع المديريات بتطوير خطط تطوير موظفيها والعمل بشكل مستمر لتطوير أنفسهم. ودعا مدراء مديريات نخفة وأدوبحة وقرور المتدربين على الاستفادة من المعرفة المكتسبة في عملهم والعمل بالتخطيط. هذا وتم تدريب نحو 300 موظف في المكتب المركزي لإدارة الإقليم و10 مديريات منذ شهر مارس الماضي. وافتتحت مكتبة رقمية في مدرسة دعر المتوسطة والثانوية في مديرية لقوعان سبا يوم 27 من أكتوبر لتحسين جودة التعليم والطلاب. وأشار مدير المدرسة الأستاذ دانيال تخليد إلى فوائد الخدمة وعرب عن ثقته في أن المكتبة إلى جانب الدعم الشعبي لسد نواقص الطاقة والمياه وغيرها ستحدث فرقا نوعيا. ودعا مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ آية برهان المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على العمل معا لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع الذي أرسي بتعاون وزارة التعليم ومكتبة الهورة الرقمية. هذا وتقدم مدرسة دعر المتوسطة والثانوية الخدمات التعليمية لطلاب من ضواحي ملزاناي ودك شحاي وعد حنس ومقركة وتلالي وجزء من أدينا. تسببت الأمطار الغزيرة التي بلغت 88 ملم وهطلت لأكثر من 3 ساعات في مديرية الشعب في حدوث أضرار جسيمة في البنية التحتية الزراعية والمنازل والطرق. وذكر المدير التنفيذي في إدارة ضاحية شمال منشب السيد محمد حسين فيضان أودية ماي أولي ولابا وغرسيلي وغرقر نتيجة للسيول المتدفقة من الهضبة والتي أدت لانهيار حواجز الري. بالإضافة إلى ذلك قمرت مياه الفيضانات ضاحيتي شمال وجنوب منشب وأحدثت أضرارا نسبية على طريق شعب أفعفد. هذا وتهطل أمطار شتوية جيدة في مديرية الشعب منذ نهاية شهر أكتوبر. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها ال25 مؤدية إلى وضع إنساني كارثي قتل فيها حتى الآن أكثر من 8000 فلسطيني في حصيلة ترتفع كل ساعة. وفي هذه الأثناء تواصل الأمم المتحدة إطلاق تحذيراتها من قيام إسرائيل بعقاب جماعي لسكان غزة بسبب هجوم حماس الصادم. وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء اعتراض قواته لصاروخ أطلق من منطقة البحر الأحمر مع تصاعد التوترات الإقليمية. وقال الجيش في بيان: تم إطلاق صاروخ أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت العديد من مسلحي حماس خلال عمليات برية في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى ضرب حوالي 300 هدف. أعلنت السلطات النيجيرية أن 17 شخصا لقوا مصرعهم ولا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب في نهر بشمال شرق البلاد كان على متنه تجار محليون. وبحسب السلطات فإن القارب النهري كان يقل حوالي 100 شخص بينهم تجار وأطفال حين انقلب في ولاية تارابا بينما كان في طريقه إلى سوق تجارية في بلدة مايورانيوا بمنطقة كاريم لاميدو. من جهته قال بريسون بن المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية تارابا أن فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل على انتشار المزيد من الجثث. ويعتبر النقل النهري في نيجيريا وسيلة نقل أساسية، لكن الحوادث تكثر في الممرات المائية التي عادة ما تفتقر إلى التنظيم وبخاصة خلال موسم الأمطار. وصل تشارلز الثالث إلى كينيا في زيارة دولة تستغرق 4 أيام هي الأولى له كملك إلى إحدى دول الكومنولث 56. وينتظر كثيرون في كينيا من الملك تشارلز الثالث اعتذارا رسميا، مع العلم أن لندن وافقت في العام 2013 على دفع تعويضات لأكثر من 5000 كيني. فقد طالبت لجنة كينيا لحقوق الإنسان الملك البريطاني بتقديم اعتذارات علنية لا لبس فيها عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية في كينيا. وستتيح الزيارة أيضا إثارة الجوانب الأكثر إيلاما في التاريخ المشترك بين المملكة المتحدة وكينيا خلال الأعوام التي سبقت الاستقلال. في الخبر الأخير، عاد طاقم السفينة الفضائية الصينية شينزو 16 بسلام إلى الأرض بعد 5 أشهر قضوها على متن محطة تيانغونغ الفضائية. وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي الصيني الكبسولة الفضائية إثر هبوطها الناجح بشمال غرب صحراء غوبي في الصين.
وقال قائد الطاقم جينغ هايبينغ الذي كان أول من خرج من المركبة الفضائية أن الطاقم أدى مهمته بنجاح كامل. وشمل الطاقم أيضا الرواد جو يانفوجو وجوي هايشو اللذان كانا على متن أول رحلة لهما إلى الفضاء. وأمضى رواد الفضاء الصينيون الوقت في إجراء تجارب علمية وساروا في الفضاء لمدة 8 ساعات تقريبا. وأطلقت الصين الأسبوع الماضي المركبة الفضائية شينزو 17 وطاقمهما لاستبدال طاقم شينزو 16 بالمحطة الفضائية الصينية. في نهاية النشرة لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يلتقي سكان وسط دنكاليا. دعوة للمزارعين في القاشبركة لاستخدام البذور المحسنة. الأمطار الغزيرة تسبب أضرارا في البنى التحتية ببلدة شعل. معارك ليلية طاحنة شهدتها غزة بعد توقل بري ونتنياهو يرفض وقف إطلاق النار. قتلى ومفقودين في غرق مركب بنيجيريا. الملك تشارلز الثالث يزور كينيا وسط دعوات بتقديم اعتذارات علنية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.